واش عمرك سولتي علاش البنات عندهم واحد الجاذبيه اللي قويه وكيشدوا الانتباه بواحد السهوله اللي ميمكنش؟ واش السر كاين في الشكل ديال ديك البنت ولا الفورمه ديال ديك البنت ولا كاين شي حاجه اخرى؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا السر الحقيقي اللي كيخلي الراجل ينجذب للمراه اللي عاطيه راسها قيمه والمراه اللي قويه ديال بصح. السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على الكتاب ديال لماذا يحب الرجال نعاودوها حنايا لماذا يحب الرجال الامرأة القوية. الصراحة ما عرفتش الكاتب علاش اختار اصلا هاد العنوان هذا، حيت العنوان ما تيدويش كاع على، ما عندوش علاقة بالمحتوى ديال الكتاب تيحتوي على واحد القيم، على واحد الاخلاق اللي كيفاش تحول راسك من واحد الشخصية ضعيفة لواحد الشخصية اللي قوية. ما عرفتش الصراحة علاش رد هاد العنوان هذا. الكتاب هذا مؤلف من كاتب اللي سميتو شيري اريجوف. الفكرة الاولى تيبغي يبينها الكاتب في هاد الكتاب هذا، صراحة هاد الكتاب هذا مقصود اكثريا للبنات. كيقول لك كلما كتحاول ترضي بزاف كتفقد القيمة ديالك. ندوز الخوت لواحد القانون اللي دوا عليه واللي تطرق ليه الكاتب في هذا الكتاب هذا، وهو قانون في نفس الوقت فكرة وجمع كل شيء. قال لك المجهود مقابل العطاء، بمعنى تعطي على قد داكشي اللي تتاخد. كيقول لك الكاتب كثرة العطاء بلا وقت وبلا قياس كترخص القيمة ديالك، كترجعك وحدة سهلة ومملة. كيقول لك الكاتب الراجل بالفطرة ديالو فطريا كيعجبو يبذل واحد المجهود باش يربح واحد الحاجه. الا جيتي انتي ودرتي ليه داكشي اللي كان تيبان ليه هو صعيب ودرتي بينتي ليه انتي ساهل، او عطيتيه ليه بالساهل في البدايه ديال العلاقه ولا في السيمانه الاولى ديال العلاقه، كيحس باللي صافي مبقاش شي حاجه غادي يتعب الاجل ديالها ولا شي حاجه غادي يجري وراها ولا شي حاجه بحال هكا. كيحس بلي اللعبه صافي علاج، كيبغي يتعب باش ياخد وقتك، وإلا لقى كلشي واجد كيمشي يقلب على وحده اخرى ولا اللي غتعذبو شويه. مثلا الا هضرتي مع سيمانه ومشيتي صوبتي ليه بسطيله ودويتي ليه مع عمك باش يخدمو مع كتصيفطي ليه كادوات بلا شي سبب، هادشي كيخلي الراجل يحس بواحد الخوف بلا لا ارادي وكيهرب بلا ما يسول علاش. الكتاب كيقول لك خلي العطاء ديالك يجي بشويه بشويه، قطره قطره، وفين ما يدير هو الخطوه ديال انت نص خطوه، وهكا غادي يكون واحد التوازن بين المراه والراجل. ندوز واحد الفكره اللي تيطرق لها كاتب في الكتاب هذا، وكيقول لك بلي الغموض تخلي حياتك مستوره شويه ومعروفش عليها كل شيء، كيخلي الراجل ديما يسول عليك ويبغي يكثر. ماشي ضروري يعرف عليك كلشي في دقه واحده، وشكون انتي وشنو كديري كل دقيقه وشنو طاري في داركم. المره اللي كتعاود كلشي بحال الراديو كتولي كتاب مفتوح وممل، فهمتي؟ ما كاين شي تحدي ولا شي حاجه اللي باغي تعرفها، ولا فطريا حتى العقل ديالنا تيبغي التحديات. الكاتب يقول لك خلي ديما واحد المسافه، وخلي ديما كيتسائل شنو كتفكر هادي وشنو تدير هادي وفين هي دابا فهمتي؟ بحال مثلا من تيكون واحد اللغز ولا شي حاجه، واخا تحل داك اللغز تيخلي لك صاحب اللغز واحد السؤال في الاخر باش تبقى تفكر فيه، باش ديما راسك بحال هكا. مثلا انا لا صونالك وما جاوبتيش في البلاصه، ما كنتيش مسالي ولا كان داكشي بلان، فاش تعاودي تصوني ليه تبقايش تبري وتعطي في التفاصيل. كنت هنا، كنت في الحمام، ومن بعد جاو عندي خالاتي، ومن بعد طفى لي التليفون. صافي كلمه واحده كافيه، ولا غير اسمح لي كنت ملهي مع شي بلان، كان عندي شي بلان، كانت عندي هادي، فهمتي؟ صافي جوج كلمات كافيين. هاد السكوت على التفاصيل كيخليه هو اللي يبقى يحل ويناقش راسو.
هو اللي كيولي كيسول راسو فين كانت هادي، شنو كتدير هادي. الا عطيتيه هادشي كلشي صافي راسو غادي ما كيخدمش. صراحه هاد الفكره اللي التالي اللي دوالها الكاتب مضحكه شويه وفي نفس الوقت صراحه فري تنتفق مع هذا البلان هذا. الكاتب تيقول لك كوني مهيبه وكوني شخصيه وما تكونيش بحال ماماه. الكاتب تيقول لك باللي الراجل محتاج شريكة حياة اللي كتحترم راسها، ماشي اللي حاضيه ليه اللبس ديالو وماكلتو. الكاتب كيقول لك باش تدخلي في الدور الام كتحيدي ديك الجاذبيه والانوثه ملي كتبقاي تنصحي فيه وتوريه شنو يدير وتحضي ليه التليفون، كتولي بالنسبه ليه عبء. هو باغي وحده اللي تخليه يتحمل المسؤوليه راسو وتكون هي الجائزه اللي كيرجع عندها باش يرتاح ويستمتع بوقته. مثلا ما تبقايش تصوني ليه في كل وقت، تقولي لي واش تعشيتي، واش لبستي مزيان على البرد، واش شربتي الدواء. هاد البلان هادو التصرف هادو كتخليك حاضيه ليه وهو يتحمل المسؤوليه لراسو. والانثى تبقى انثى اللي كيهضر مع الاحلام ديالو وعلى المغامرات وعلى الحياه الايجابيه ديالو فقط، لا زياده ولا نقصان. انزل واحد الفكره التاليه اللي دو على الكاتب الصراحه عجباتني وزوينه. الكاتب تيقول لك على واحد القانون اللي سماه هو سلاح الانسحاب عند قله الاحترام. بمعنى الكاتب كيقول لك الكرامه ديالك هي واحد الخط احمر، الا تلمس خاصك تكوني واجده تضحي بالعلاقه كامله، بلا نكت، بلا غوات، بلا حتى شي نقاش زايد. الكاتب تيقول لك الراجل كيحترم المراه اللي كتعرف قيمتها وما كتقبلش تهميش اذا شافك كتسكتي على قله الاحترام، بحال كيتعطل، بحال كيكذب، بحال كينقص منك غير باش ما تخسريش. غادي يزيد يتمادى في هالشي حتى تولي ما عندكش قيمه بالمره، ما عندكش قيمه في عينيه بالمره. القوه هي فاش كتحطي حدود واضحه وبكل برود. مثلا لا وعدك تخرج انتي وياه مع 8 ووصلت 9 وما وصلناش لك وما جاش. البنت اللي ما عندهاش شخصيه غتبقى تصوني وتغوت وتسناه يجي باش تبكي ليه وبحث. والبنت اللي دايره راسها قيمه كطفي التليفون وكتمشي دير شي حاجه اخرى، والمره الجايه ملي كيهضر كتعامل بواحد البروده، بقى تقول ليه وقتي غالي ومكنضيعوش في التسني نتسناك انت تكون مسالي، وحتى يقول لك راسك. هاد الانسحاب اللي كدير المراه كيعلمو باللي الا بغى يكون معاك خاصو يكون قد تمو قد كلمته. ندوز نخوض الفكره التاليه اللي تيدوي على الكاتب واللي هي الاستقلاليه العاطفيه. الكاتب هنا تيقول لك باللي انك تكون مكتفي براسك وتكون فرحان غير مع راسك واحد الحاجه تخليك تكون عندك قيمه بين الناس. كيقول لك اسيتي باللي الراجل كيجذب للمراه اللي عندها حياتها الخاصه وما محتاجاش ليه اصلا باش تكون فرحانه ولا تكون سعيده في الحياه ديالها. مثلا ملي كتكوني ملهيه في خدمتك في قرايتك ولا حتى غير مع صحاباتك كتولي عندك واحد الكاريزما خاصه. الراجل هنا كيحس بلي هو مجرد اضافه زوينه لحياتك، ماشي هو الحياه كامله اللي باغيها انتي ولا كلشي تسنى هادشي كيخليه ديما يتقرب منك باش ياخد شويه من داك الاهتمام ديالك اللي موزع على بزاف ديال الحوايج. مثلا انا لا تخيل عيط لك مع 7 ديال العشيه وقال لك يلا نخرجوا دابا وانت كنتي دايره تمشي للاصال ولا تفرجي في شي فيلم ولا خارج تقصي في شي بلاصه ولا شي حاجه بحال هكا. البنت اللي ساهله ومساليه راسها وما عندها ما يدار غير تجري تلبس حوايجها
انيلي كلشي تقول لي راني ليش كلشي على قبلك غير باش نتلاقى معاه ولا شي حاجه. اما البنت اللي واثقه في راسها واللي يتمنى اي واحد تقول لي بكل ثقه يا ريت، ولكن اليوم راني مريقله واحد البلان، خلي المره اخرى ولا ان شاء الله نعلمك قبل هاد المره. هذا البلان هذا ما تيقول لك الكاتب ديرو ديما، ولكن كيقول لك في هذا الوقت بالضبط كتخلي الراجل هو كيحس باللي وقتك غالي وماشي ديما مساليه. ندوزو لواحد القانون اخر اللي دوا عليه الكاتب في هذا الكتاب هذا، هو فكره ولكن في نفس الوقت قانون. كيقول لك المجهود مقابل العطاء، يعني تعطي مقابل داكشي اللي تاخذ. كيقول لك بلي ان كثره العطاء بلا وقت ولا بلا قياس كترخص القيمه ديالك وكترجعك وحده مضمونه وسهله وممله. فهمتي؟ شوف، الراجل بالفطره ديالو فطريا كيعجبو يبذل واحد المجهود باش يربح واحد الحاجه. لهنا غادي نكون وصلنا الخاتمه ديال الافكار اللي تطرق عليها الكاتب في الكتاب هذا. صراحه ما عرفتش علاش الكاتب تيموتيفي غير البنات والرجال في هذا الكتاب هذا. كيقول لك لا انت هي الكل في الكل وكرامتك هي اللي غادي تحدد كيفاش غادي تكون هذيك العلاقه. الخلاصه ديال هذا الكتاب هذا كامل هي ان الراجل كيعامل بطريقه اللي كتعامل بها راسك. الا كنتي حاقره راسك تشوفي راسك انك ما تستاهليش واحد الحاجه، كيشوفك الراجل بحال واحد مدلوله واللي ما عندهاش قيمه. والا كنتي عزيز على راسك وقاده بشغلك كيشوفك واحد البنت اللي تيتمنى اي واحد. في الاخير الجاذبيه ماشي في الشكل، الجاذبيه في الثقه، انك تكون ثقه في راسك. والجاذبيه ماشي في الشكل ولا الفورمه، ولا الجاذبيه في القيمه ديالك، وانك تكوني مرتاحه مع راسك. ديما تفكر بلي اللي كيعرف قيمته الناس كاملين كيعرفوها. الى عجبك الفيديو دير لايك واشتراك، كتب لي في الكومونت شنو الفكره اللي حسيتيها قريبه. السلام عليكم.